يا سلام على هاي وصفة الكيك. طب شايفين ما شاء الله النفشة والقوام؟ تابعوا معي لنشوف طريقة التحضير. بالبداية عندي كاسة ونص من السكر أو كاسة وربع حسب الرغبة. رح أضيف عليهم 5 حبات من البيض. مثل ما لكم شايفين حبايات البيض كتير كبيرة. عفوا لأنه حجم الصينية كبير، مو حجم حبات البيض كبار. رح أضيف بضايين من الفانيلا. رح أضيف برش الليمون وبرش البرتقال. رح أخفق كتير منيح بالخفاقة اليدوية. هلا هيك عم بخفقه كتير منيح. مثل ما لكم شايفين. شايفين شلون صار قوامه عندي؟ ما شاء الله ارتفعت عندي البيض مع السكر، وصار قوامه أبيض ما أحلاه. كمان ضفت فانيلا مشان ريحة الزنخة. وراح أضيف شوية خل، يعني فيكم تقولوا معلقة صغيرة خل بس. راح أضيف 3/4 كوب من البرتقان مع ضيف عليه شوية مي. إذا بدكم فيكم تضيفوا حليب. طبعا الكاسة المعيارية اللي اشتغلنا فيها بنحط نفس السوائل، بنفس الكاسة اللي حطينا فيها الطحين كمان. راح أضيف نص كاسة من الزيت النباتي. راح أحركهم كتير منيح. راح أضيف كوبين من الطحين وأنخلهم كتير منيح. راح أضيف نص كاسة من جوز الهند وأحركها كتير منيح. راح أضل هيك عم حركها عم حركها عم حركها. شايفين قوامه كيف؟ ما شاء الله بجنن. بتضلوا عم بتحركوها. عندي هون الصينية مدهونة طحين. راح أضيف عليها المزيج. راح أخضها خضتين. وهلا راح أحطها بالفرن على درجة حرارة. عندي هون فرن غامق 3/4 ساعة تقريبا من فوق. وهيك بتكون عندي الوصفة جاهزة. وسلام حبايبي.